مساء الخير، رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. هيحصل ايه لو بني آدم قعد مع الشيطان وقعدوا يسألوا بعض بكل اللي في نفسهم؟ التحاور بينهم هيبقى شكله ايه؟ هنا بقى جات لنا فكرة. على مدار 15 حلقة، كل حلقة فيها سؤالين. يوسف هيسأل الشيطان، والشيطان ليه فرصة يسأل يوسف أي سؤال، ولازم الاتنين يجاوبوا بكل صراحة. وهنشوف رد كل واحد هيبقى مقنع وصريح ولا لأ. تقول عليه مسلسل، تقول عليه بودكاست، الهدف واحد، وهو الفائدة والاستمتاع. أهلا، إيه الأوقات دي؟ انا جيت لك اهو زي ما انت طلبت وتمنيت. عايز مني ايه بقى؟ ندخل في الموضوع على طول. انت كده كده الأيام دي ما وراكش حاجة، متسلسل بقى، مش عايزك تنحرج. فايه رأيك ندردش سوا؟ هسألك شوية أسئلة، وانت لو عايز تسألني براحتك، بس أهم حاجة تتكلم بكل صراحة. طب انت هتقول الصراحة. طبعا، عيب عليك. موافق. عرفني بنفسك. سؤال اهو، تسخين في الأول. انا مش محتاج اعرف عن نفسي. الكل عارفني، والكل بيحاول ينساني، بس محدش هيعرف. انا اللحظة الحلوة في نظر كل اللي ماشي بأمري. انا اللي بخليكم تعملوا اللي انا عايزه بإرادتكم انتم. انا اللي عايز اكسب التحدي، اللي بفضل كل يوم اقاوم عليه. انا الاول. انا اول من قلت لا واتجازيت على ده. فخلاص، ادام اتجازيت يبقى رد بقى. انا الذكاء. انا ساعة الغفلة اللي مش بتعدي ولا بتخلص. ادام جت عليك ساعة الغفلة بتاعتي مش هتطلع من تحت ايدي. انا اللي كلكم بتخافوا منه مع انكم بتتبسطوا من افعالي. انا الشيطان. حصل هنا الرعب يا سيدي. دوري بقى اسأل. عرفني عن نفسك. عينيا. أنا العبد الفقير إلى الله، اسمي يوسف، في هندسة وعندي 22 سنة. ولا أقول لك، أشرح لك زي ما أنت شرحت. أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا واحد دايما بيقع في أخطاء بسببك طبعا، وبسبب نفس الأمارة بالسوء برضو. بس أهو، بحاول على قد ما أقدر مغلطش غلطتك، وعلى قد ما أقدر أطيع ربنا علشان يرضى عليا ويدخلني الجنة، وأبقى كسبان في الدنيا والآخرة. بخاف من ربنا، ما بخافش منك. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. انت مفيش منك خوف، ولا فيك اي قوة. احنا بس كبشر، نقطة ضعفنا سهلة بالنسبة لك. انت اتكلمت عن نفسك اكتر مني. ده غرور ولا بتحلي شكلك قدام اللي بيسمعك؟ لا خالص، انا بشرح زي ما انت بتشرح. اه، فرحان اني مش خايف منك، وان الحمد لله على قد ما بقدر بطيع ربنا انه يغفر لي دايما. مبقاش عنيد ولا ابقى في غفلة. بس كده. ايه رأيك؟ حابب نكمل ولا ايه؟ اه، انا عايز اكمل كلام معاك. انت مميز. شهادة كويسة من المخلوق الغلط. مع نهاية حلقة النهاردة، أحب أشكركم على وجودكم لنهاية الحلقة، وعايز أعرف رأي كل واحد فيكم، وأتمنى يكون هدفنا اتحقق إنكم تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة. ما تنسوش كل يوم الساعة 9 حلقة جديدة وتحاور جديد بين العبد والشيطان. شكرا.